السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. وزي ما انتم شايفين كده كان عندنا بصلاية كبيرة مبشورة ونزلنا عليهم بالكبدة اللي احنا مقطعينها كده، ووراهم الفلفل ووراهم معلقة من التوم، وطبعا ما ننساش البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود ورشة كمون وكزبرة ناشفة ومكعب مرق. وننزل كده بعد ما تشم ريحة التوم بتاعتنا بدأت تطلع كده، هننزل بعصرة الليمون ونطفي البوتاجاز ونقلب. وزي ما انت شايفة كده أحلى كبدة طرية جميلة. وهنخش كده على طبق الطحينة بتاعنا، هتنزلي بحبة من الطحينة ورشة من الملح ورشة من الخل وتقلبي كده، وما تنسيش تضيفي لهم حبة من المية عشان تبقى سايلة معاكي. زي ما انت شايفة كده تفضلي تقلبي لحد ما تديكي القوام المناسب ده. إحنا اتفقنا إن إحنا بنشتري الطحينة دي طحينة سايبة كده من عند العطار، هتوفّر عليكِ كتير وهتدّيكِ كمية أكبر، وهتشيليها عندِك في التلاجة، كل ما تحتاجي هتطلّعي منها، عكس العلبة ما بنشتريها ما بتكمّلش حاجة عندنا، بتبقى كميتها قليلة وغالية على الفاضي. وهنا زي ما أنتم شايفين كده قطّعنا الطماطم زي ما بتبقى عند الراجل بتاع الكبدة، بيبقى مقطّعها يا دوب رشة فلفل أسود بس، ما بيحطّلهاش ملح ولا أي حاجة. جرّبي كده إن أنتِ تعمليها جنب الكبدة، وحمّري لهم كده حبّة بطاطس عشان اللي يغمّز ويشبع كده إن شاء الله. وعندنا كده عيش مصري حضّريه، وعندنا طبعًا أحلى كبدة حضّرناها مع بعض، وجنب الكبدة حبّة طحينة، حبّة سلطة، حبّة بطاطس، يبقى أنتِ كده عملتِ لهم وجبة إن شاء الله مشبعة. وكل ده بنُص كيلو كبدة إن شاء الله، هتبقى أكلة موفّرة بإذن الله، وهتأكّلي الأسرة كلّها. زي ما أنتِ شايفة كده الكبدة بتاعتنا جوسي وطرية، وما اقولكيش على الصوص اللي نازل منها، صوص يتغمس كده بالعيش طبعا. وزي ما انت شايفة كده العيش المصري الجميل بتاعنا، هنقطع كده ونغمز احلى تغميزة. وبيبقى دي غدوة النهاردة. لو عجبتك اكلة النهاردة ما تنسيناش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة.